مفيش حد لعب في النادي الاهلي ان شاء الله نص ساعه الا والنادي الاهلي ليه فضل عليه. فاكرم طبعا انتقل من مكان الى مكان، من مرتبه او من مكان الى مكانه بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم النادي الاهلي. وحصل له اصابتين والنادي الاهلي صبر عليه ورجع وتمام والحمد لله والشكر لله و100 فل 14. لكن في النهايه انا اما سالت قالوا لي الموضوع قريب، الكلام ده من اسبوع، وانه اكرم شاري النادي والحدوته تمام التمام. ما علمته ان المفاوضات متكعبله كتير. لما سالت بوضوح هل اكرم وقع، قيل لي بالقسم انه لم يوقع حتى الان. ده اللي اتقال لي، والله اعلم. وهو ليه مطالب ماديه، والمطالب بعيده عن النادي الاهلي. الارقام بعيده متباعده، يعني عنده عرض قوي من نادي الشمال القطري حسب ما اتقال لنا يعني، لكنه لم يوقع حتى هذه اللحظه. هل هو عزم النيه على السفر؟ سلامه، توفيق، ربنا معاه، ربنا يكرمه. هل من يخرج من النادي الاهلي يخسر؟ بالتاكيد. عندك شعبيه وعندك مجد وعندك جمهور وعندك ناس بتأزرك وعندك ناس بتساندك وكل حاجه. هو بيبقى قصه اختيار. في واحد بيفكر بيقول لك انا عملت عمليتين، انا ظروفي صعبه، واخر مره ممكن اجدد بمبلغ كويس. وجهه نظر. فحد يقول لك لا انا اكمل مع النادي حتى برقم اقل، لكن انا تبقى الابواب مفتوحه ليا، اشتغل كمدرب، اشتغل كاداري، اشتغل كاعلامي، والنادي الاهلي بيضمن لي ده. هي حسبايه صعبه شويه. حسبايه صعبة ولا حاجة يا كابتن شوبير. ايوه النادي الاهلي يضمن له ده، والنادي الاهلي يضمن لاي حد ده، واي لاعب بيشتري النادي الاهلي بيشتريه وما بينسالوش الا عملوا معاه حتى بعد ما يعتزل الكرة. وفي امثلة على كده كتير. وبرضه اللي بيبيع النادي الاهلي عشان مال، النادي الاهلي عمره ما بينساله اللي عملوا معاه حتى بعد ما بيعتزل. مهما يحاول يتمسح في النادي الاهلي، ومهما يحاول يعود للنادي الاهلي، ومهما يقول انا اهلاوي، ما بياكلش مع جماهير النادي الاهلي. والامثله كتير جدا جدا على الكلام ده. واخرهم احمد فتحي. شفنا احمد فتحي عمل ايه مع منتخب مصر، وعمل ايه مع النادي الاهلي، وخد بطولات قد ايه مع منتخب مصر، وخد بطولات قد ايه مع النادي الاهلي. ولكن عمل اللي بيعمله اكرم توفيق دلوقتي، راح للفلوس وترك النادي الاهلي. وبعد كده وبعد ما خلص وخد الفلوس وخلص مع بيراميدز وانتهت قصته، رجع يقول انا اهلاوي وعملت للاهلي وممكن اشتغل في الاهلي. طبعا الباب مقفول بالضبه والمفتاح. واكرم توفيق مع مليار سلامه. مين اكرم توفيق ده اللي هيهز النادي الاهلي؟ مين اكرم توفيق ده اللي هيشرط على النادي الاهلي؟ ما تمرش فيه الجمايل، استحملناه سنتين رباط صليبي ورغم كده ما تمرش فيه. مع الف سلامه يا كابتن شوبير لاكرم توفيق وغير اكرم توفيق. ولكن انا عندي حاجه تانية عاوز اتكلم فيها خالص. طبعا الاداره مسؤوله عن اللي بيحصل مع اكرم توفيق ده يا جماعه. ازاي اكرم توفيق يبقى خلاص فاضل له 6 شهور وانت جاي تتفاوض معاه دلوقتي؟ لاعب زي ده قسما بالله العلي العظيم ده كان مش عارف بياخد 7 مليون ولا 8 ولا ايه. لو قلت له 10 مليون السنه اللي فاتت وجددت معاه كان هيوافق ويبقى هيطير من الفرح. يعني لو قلت له 30 مليون في 3 سنين السنه اللي فاتت كان هيجدد لك بكل سهوله. انت مستني ليه دلوقتي؟ انت مستني ليه اخر 6 شهور مع لاعب زي ده عارف ان ليه مستقبل مع النادي الاهلي ولسه قدامه 5 6 سنين يلعب كوره؟ ما جددتلوش ليه من السنه اللي فاتت؟ ما عرضتش عليه 10 مليون ليه من السنه اللي فاتت؟ ولجنه كوره ولجنه تعاقدات ولجنه مش عارف ايه واجتماعات وحكايات وروايات. مش عارف يا كابتن خطيب، حاسس ان في حاجه، حاسس ان في حلقه مفقوده في التعاقدات وفي نهايه التعاقدات. وفيلم ما اتعلمناش قبل كده. قصه رمضان صبحي كانت نفس الحكايه. لو كان بدري شويه كان هيجدد وكان هيوافق وكان الموضوع هينتهى. استنينا للاخر. قصه عبد الله السعيد زمان نفس الفيلم ونفس الحكايه ونفس السيناريو. انت بتستنى ليه للسنه الاخيره للاعيبه زي ديت لراس مالك؟ انت عارف ان الناس دي مكمله معاك، انت عارف ان الناس دي اثبتت وجودها. ما تستناش لاخر سنه وما تستناش لاخر 6 شهور عشان تجدد معاه. انت لو من السنه اللي فاتت قلت له يا اكرم تعالى 8 و10 و12 مليون بقول لك كان هيطير من الفرح وكان هيبقى اسعد واحد في مصر وفي الوطن العربي وكان
كان هيوقع لك بكل سهولة. انما انت جاي دلوقتي وهو معروض عليه مليون ومليون و200 ومليون و400 الف دولار في 3 سنين، وتقول له تعالى جدد ب 15 مليون. ما هو من حقه عقله يلف ودماغه تلف. لكن تاني اللي يشتري النادي الاهلي على دماغنا من فوق، واللي يبيعنا الباب يفوت جمل ونكسره وراه مصنع قلل. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس.